مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج يلا نحن، برنامج كل اطفال سوريا وين ما كنتوا بالعالم. نحن ما رح نطول عليكم بالمقدمه لانه حلقتنا مليانه شغلات كتير حلوه ومفاجآت اكيد رح تحبوها، فمشوا على السريع نشوف شو عنا بحلقه اليوم. رح نزور زاهر بالبيت ونتعرف على صديقه الوفي الببغاء كوكو. وسؤال كتير مهم عن البذور وقشرتها القاسية رح نحصل على جوابه من عالمنا الكبير. أما إذا كنتوا بتحبوا الخيول فضروري كتير تروحوا معنا ومع أحمد بزيارته لمزرعة الخيل. مفاجأة! ميلاد مجيد وينعاد عليكم بالصحة والخير والعافية وإن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين. أحلى موسم بالسنة هو موسم العيد، وإن شاء الله بتكونوا قضيتوا ليلة ميلاد مجيدة سعيدة وحلوة. رام وباز وهاتيا حضروا حالهم كتير منيح للعيد، مشوا نشوف سوا شو عملوا. مرحبا، أنا رام، عمري 6 سنين، أنا من قامشتي وهذول كل اخواتي. وانا وان عمري 6 سنين، وانا هتاوى عمري 10 سنين. هلا بهذه شجرة الميلاد، وهلا رح ازين الحيطان. بابا نويل، ليلة عيد ليلة عيد ليلي ليلة عيد، بدنا نركب الضو جديد، بكرة حب جديد. عم تقلعوا الأصحاب بخلفية بالباب، بالشجرة بالدار، ويجوا أولاد صغار. هلا نكتب أمنياتنا بالسنة الجديدة. بتمنى يعم السلام ببلدنا وبكل العالم. بدي أكون جاي عند بابا. هيك سجلنا صارت جاهزة. كل سنة وانتو سعيدة. باي باي. هاتي لنشوف شو سر هالببغاء يلي حاملتيه من أول الحلقة لهلا. لا سر ولا شيء، أنا كتير بحب الببغاءات لأنه هو مخلوق ظريف ودمه خفيف، وأكتر شيء بحبه لما بيقعد وبيرقص وبيقلد الأصوات. بس دارين هذا الببغاء حبيبتي لعبة، يعني لا رح يرقص ولا رح يقلد أصوات. بعرف يعني. طيب بدك تشوفي ببغاء حقيقي؟ ايه وين؟ في ببغاء هون؟ بدكم انتوا تشوفوا ببغاء حقيقي؟ مشوا نشوف زاهر والببغاء تبعه ونزورهم. يلا. مرحبا، أنا اسمي زاهر، عمري 12 سنة وهذا رفيقي كوكو. هذا ببغاء عمره 3 سنين وصار له عندي 2 سنين. يحكي بس هلا خايف لأنه شايف ناس الكاميرات. ما شاء الله والسلام عليكم وكيفك وجوعان وحتى لما يدق الباب بحكي مين. بنحممه ونطعميه ومنطلعه يوميا يلعب. ببغاء كوكو بياكل فواكه وبزر ومكسرات. نعم.
نعم، كل يوم انظف له قفصه ويتحمم كل اسبوع. بنحط له فواكه وياكل. المي لازم تكون دافية، ما تكون باردة كتير عليه ولا ساخنة كتير. مفقود. هاي لكن عندك. أنا مش منكم باي باي. وهذا سبب تاني ليش أنا بحب الببغاء، لأنه بحب ياكل مكسرات مثلي. روح قلبي تفصيص البذر. فرح شبك تكسر معي الجوزة. كسروا اسنانك وما رح تنكسر معك الجوزة، بدك تكسريها بالشاكوش. شاكوش؟ عم تحكي عن جد انتي؟ طبعا عم بحكي عن جد. فرح الجوز قشرته كتير قاسية مثله مثل البذور وما رح ينكسر معك بسنانك. طيب لك عن الببغاء كيف بيقدر ياكل هدول الشغلات؟ احنا شوي الببغاء ما بيقدر ياكل لا جوز ولا بندق ولا كل هالقصص، لانه منقاره ما بيقدر يكسره. هو بياكل بذر دوال القمر مثل هاد اللي عم ناكله نحن. اها. طيب دالي، ليش كل البذور بتكون قشرتهم قاسية؟ ما بعرف، لأنه بتكون بالتراب وما فيها، يعني ما فيها مي. وقت بيزرعوها بحطوا فوق التراب، وقت بيسقوها بتمص حديد، بعدين وقت بتطلع بتجي الشمس عليها، بعدين البذرة بتقسى إنها بتضل بالشمس. الشمس لأنه قوي وهي قوية. لأنه ناشفة. ما بعرف كمان. شان المي. بحط عليها مي عشان أكبر. وتنوعت الآراء واختلفت، بس دائما في سبب منطقي وعلمي لكل الأشياء يلي بتخطر ببالنا بالحياة. معناها مشوا سوا نشوف السبب العلمي ليش البذور بتكون قشرتها قاسية هيك. يان كتير بحب البذر والجوز وفينه ياكل كمية كتير كبيرة منهم. يا شو طيبة، بس بده ساعة ليكسر الجوز وياكله. منيح يان عنده أدوات كتير بتساعده لحتى يكسر القشر. البندق مثلا بيحتاج لكسار مختلف عن تبع الجوز حتى يوصل للب تبعه، يعني لازم نعمل مجهود لنوصل للب. بس في قشور كتير صعب انه تتكسر مثل قشرة جوز البقان هي. يلا يان، معقول هيك رجال مثلك ماله قدران يكسر قشرة جوز صغيرة مثل هي؟ صار لازم يستخدم وسائل أقوى. دير بالك. كمان ما مشي الحال. بس السؤال، ليش الجوز والبذور قشرتهم قاسية؟ القشرة السميكة والمدورة لحبة الجوز في إلها بذرة وحدة بس، وهي عبارة عن اللب يلي موجود جوات القشرة ويلي فينا ناكله. هي البذرة فيها عناصر مليانة غذاء وبتحتاجها البذرة أول ما تطلع، ومن هالعناصر المهمة النشا والدهون والبروتين. ولهيك الحيوانات بتحاول تاكل البذور كرمال هي العناصر. وفي مستهلكين تانيين مثل يان، يعني القشرة السميكة والقاسية هي موجودة لحماية البذرة، ومشان هيك القشرة الخارجية بتكون متخشبة، وبالتالي حبة الجوز قاسية كتير كتير كتير. يعني النباتات التانية بتحاول هي كمان انه تحمي بذورها من انه ياكلها الانسان او الحيوان. بذور التفاح مثلا طعمها كتير كتير مر، مشان هيك ما حدا بيحب ياكلها. والبندورة في حوالين البذر تبعها مادة هلامية ولزجة، إذا بدنا نحاول نكسر البذر بتزحط من بين أصابعنا. حتى البذر تبع الفليفل الخضراء بس عنده وسيلة دفاع تانية، وهي الطعم الحر كتير. والقشرة كمان بتحمي اللب من النشفان ومن إنه ينتزع. وباعتبار إنه القشرة لحالها مو مفيدة واللب مو سهل نوصله،
فقلال الحيوانات يلي بيساعدوا بنشر البذور مثل السنجاب. قبل ما يبلش فصل الشتاء السنجاب بيأمن كل حاجته من الأكل وبيخبيه بأماكن مختلفة، وبسبب كثرة هالمخابئ السنجاب ما بيعود بيعرف يوصلها كلها. وطبعا هذا الشيء من حسن حظ البذور، لأنه بالربيع بترجع بتزهر هي البذور وبتنمو منها أشجار جديدة. وعلى فكرة مو كل شيء منقله جوز هو بينتمي لفصيلة الجوزيات، يعني عمليا بس الجوز يلي مناكله والبندق والكستنة بينتموا لفصيلة الجوزيات، بينما بقية أنواع البذور أو الجوز فبيصنفوها علماء النباتات بفصيلة ثمار البذور. بس بلغتنا المحكية الشغلات يلي إلها لب فينا ناكله وقشرة قاسية وقوية بتخلي الوصول لللب صعب كلها منسميها جوزيات. بس يان أخيرا لقى حل لكسر الجوزات القاسية كتير، بيحطها بالثلاجة لمدة ساعة كاملة، لأنه درجات الحرارة الواطية بتخلي القشرة كتير هشة وبيصير فتحها أسهل. وهلأ وانت عم تستنى يا يان فيك تنظف وترتب البيت. بما انه عم نحكي عن البذور، انا رح اعلمكم كيف تصنعوا شغله كتير حلوه باستخدام البذور. ممكن نستخدم بذور عشب اخضر، ممكن نستخدم حلو. عدس، كتير شغلات. لما انا وياكي كنا صغار تتذكري كنا نشتري هذا مثل شيء هيك شكله مثل حبه البطاطا، بنحط له مي وبيطلع له راس هيك عشب اخضر. تذكرته اسمه راس العشب الاخضر، نفنوف. نحن كنا نسميه نفنوف. هلا رح اعلمكم كيف تصنعوه بواسطه مواد كتير 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 بسيطه. يلا. شوفي دالينو، هلا انا عندي اي كاسه بلور بهذا الحجم. تمام. رح جيب جرابه نسائيه قديمه ما بدنا اياها، ورح حطها بقلب هي الكاسه. حلو. هيك رح لبس الكاسه ورح فوتها للاخير هيك بهالشكل لحتى يصير عندنا سطح مستوي. معناها كلها لازم تلبسيها فيها ما؟ ايه كلها. شايفه كيف؟ هيك تمام. اوكي. هلا اول شيء رح اعمله، رح جيب، انا عندي هون ظرف بذور عشب اخضر. رح احط هالبذور هدول على السطح. حلو. تمام. شايفه كيف شكلهم؟ بنوزعهم منيح بهالشكل. حلو. وهلا المرحله الثانيه هي نشاره الخشب. انا عندي هون نشاره خشب ناعمه كتير مثل البودره من عند النجار. مزبوط. ايوه من عند النجار، بنحصل عليها من اي نجار. حلو. يعني بعد ما منوزع بذور العشب كتير منيح. تمام. هلا رح بلش انا بايدي امسك نشاره الخشب وحط على سطح الجرابه مشان ما وسخ الدنيا. انا رح احط هيك بهالشكل. تمام. هاي بدك ساعدك فرح؟ يلا. رح احط تحتي صحن مشان ما كبكب كتير. شوفي رح احط واكبس. رح احط واكبس بالسياع. مزبوط هيك؟ ايه هيك. تمام. ايوه حلو. هلا منضلنا عم نحط نشاره خشب، منضلنا عم نحط نشاره خشب لبين ما تتعبى الكاسه كلها. شايفين كيف؟ عبي لك نشاره؟ عبي لي كمان نشاره. نكبسهم منيح. تمام. ايوه. انا رح احط لك وانت رح تكبسي احسن. يلا كمان. بدنا ننتبه انه نرصهم منيح بقلب الجرابه مشان ما يتحركوا البذور، مشان يضلوا على السطح. هلا بس تقلبها بصيروا على السطح. حلو. تعبت. يعني حطيهم هدول كلهم. تمام. تعبت. رح اكبسهم وهلا رح طلعها بهالشكل واربطها. حلو. شايفين كيف تعبت؟ لانه الكاسه من تحت تعبت تماما كلياتها. هلا رح طلعها هيك واربطها. شو بيغبر نشاره الخشب؟ امسكي لي اياها هيك بالله دالي. هاتي.
رح اربطها، رح اعمل لها عقده، عقده متينه، وبعدين رح قصها بهالشكل هاد. تمام. شيلي. يطلع عنا هذا الشكل. هلا يا دالينو قصي لي، مو كلها، قصي شوي من هون. من هون؟ تمام. بيصفى عنا هيك. هلا فينا نكبسها نعملها هيك شكل راس اكثر. شكل طابه هيك، طابه صغير. شايفه بتشبه البطاطايه؟ ايه عن جد. لاحظوا انه بذور العشب ضلوا من فوق، شايفين؟ باينين معكم؟ لحتى يطلع الشعر من هون من فوق، يعني هذا الراس. الخطوة الثانية أو الأخيرة هي إنه نرسم عليها وش، أي وش نحن بنفضله. حلو. عنا هدول الأقلام يلي ما بيروحوا بالمي، مثلا امسكي لي إياها هيك. برسم مثلا بالقلم الأبيض عيون وتم وأنف، مثل ما كان نفنوف هيك كان شكله كمان، حاط ملزقين له عيون هن كان. ايه تماما، فينا نلزق له عيون، زرار، اي شيء. بتعرفوا نحن ليش استخدمنا نشارة خشب؟ ليش؟ لانه نشارة الخشب بتمتص المي. هلا نحن بعد ما نخلص الرسم هذا على العيون والتم والانف والهذا، نحن رح ننقعها بالمي لمدة 10 دقائق. عرفتي كيف؟ ايوه. هلا بعد ما ننقعها بالمي رح نحطها بصحن ونسقي الصحن من تحت، يعني مثل ما كنا نساوي. ايه نحط مي بالصحن من تحت. فنشارة الخشب شو بتعمل؟ بتمتص المي، بتطلعه من تحت لفوق، وبالتالي بضل البذور بيضلوا مبلولين، بيضلوا مرويين. تمام. وبيقدروا ياخذوا مي وينبتوا مثل التربه، يعني شكله هو يعني. تمام. وبعد ما منخلص حواجب هدول، شايفه حواجب زرق. بعد ما منخلص مثل ما قلت لكم بتحطوه، بتنقعوه بالمي لمده 10 دقائق، بعدين بتحطوه بصحن مثل هاد، تكبسوه هيك مشان يوقف. وبتسكبوا مي بحيث انه يضل في مي بالصحن. عرفتوا كيف؟ تمام. وكل يوم بتحطوا مي بهالشكل هاد بالصحن، وبيطلع عنا نفنوف جاهز. بالمناسبة بدها اسبوع 10 ايام بيطلع كله. طبعا هو خلال 4-5 ايام ببلش بيطلع. شوفوا انا محضرة 2 من 4-5 ايام. محضرة من قبل؟ شوفي بتعرفي فرح؟ شوفي احلى. واحد صبي وواحد بنت، واحد صبي وواحد بنت، نفنوف ونفنوفة. شوفوا انا هدول ما صار لي 4 ايام مساويتهم، ولاحظوا كيف بلش يطلع العشب. طبعا بعد 10 ايام السطح كله بيكون تعبى عشب وبيكون طلع له شعر. بتعرفي فرح، كنت مفكرتها لهذا النفنوف كتير صعب، بس طلع كتير سهل. جربوها انتم بالبيت، وبس يطلعوا شعراته وابعتوا لنا وقولوا لنا شو صار معكم. بس انتبهوا، اذا سويتوا هذا النفنوف او راس العشب الاخضر لا تحطوه على الشباك. وليش بقى؟ مشان ما يجي شي حصان ويلهطه. تعلين مو معقوله النكته شو بايخه، مو معقوله. قد ما في اصحى المثل الحصان. دالين
حسب ما عم بتنطي وتعفرتي كنسينا هالزبايل هي اللي على الارض. ماشي ماشي. بتعرفوا أنا لما كنت صغيرة بصراحة كنت كتير خاف من الأحصنة، يعني هيك لأنه الحصان حجمه كبير وأنا حجمي صغير. بصراحة أنا يعني دائما كنت بحس إنه هيك رح يرفسني. بده يرفسك فرح؟ بالعكس، انت بس تعودي على خيول بتلاقيهم حيوانات كتير لطيفة، والفروسية أو ركوب الخيل من أحلى الرياضات بالعالم. وإذا مالك مصدقة شوفي أحمد. مرحبا، اسمي أحمد، عمري 6 سنين، جاي هنا أتدرب على الخيل. الخيل له لون أسود ذهبي أبيض أسود بني أسود. أشكرك شطور. هات إيدك. طب حط إيدك هون، حط إيدك هون. بتعض ما بتعض. الخيل له أسنان عشان ياكل، راح أشبه بورسين. هيك يا شطور. طب أعطيها هيك عبطة هيك ضمة هيك ضمة. امسك شعرها. ها حبيبتي يا رجال اللي بركب عليها. هيك هاي الإيد هاي هيك. لا ما تسكر، افتح أصابيعك كلهم. شوف أيوه. تاكل ايدي. لا ما بتاكل إيدك. شوفت؟ طعمتها برسيم واسمها كتيرة. أنا بشرب من هاي اللعبة، مية اللعبة، والخل بشرب منها. باي. شفتي شو حلوين الخيول؟ عن جد كتير 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 شغلة بتشاهد. لازم تروحي وتجربي تركبي على الحصان. موافقة، رح جربها، خلص قررت. أكيد؟ طيب يا فروحة، انت قبل الحلقة قلتي لي انه انت محضرة فيديو كتير حلو بضحك بدك تفرجينا اياه، مزبوط؟ مزبوط، وأنا عند وعدي. مشوا نشوف شو هو مع بعض. يلا. انتوا كمان اذا عندكم فيديوهات حابين انه تشاركونا باقتراحاتكم فيها، ابعتوا لنا اللينكات على عناوين التواصل معنا يلي هي بريدنا الالكتروني يلا نحن @orient-tv.net. ولا تنسوا تعملوا لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك لحتى تتابعوا كل اخبارنا وتضلوا على تواصل معنا، وكمان تحضروا يلا نحن اكسترا. وهلا بما انه حلقتنا قربت تخلص ما ضل غير انه نروح ونشوف شو عنا الحلقه الجايه. يا ترى شو هي أصح الطرق لحتى نقيس وزن التلج؟ وبزيارة لمخيم الزعتري رح نتعرف سوا على أبطال مسرحية شكسبير بالزعتري. أما تحدي اليوم فبحاجة لمهارة بالتوازن، يا ترى رح تقدروا تنجحوا فيه؟ حلقتنا اليوم خلصت، نتمنى انكم تكونوا انبسطتوا وتسليتوا معنا بهالحلقه. لا تنسوا تحضروا حلقات برنامجنا كل جمعه وسبت الساعه 12 الظهر بتوقيت سوريا، ولا تنسوا تحطوا مي لراس العشب الاخضر كل يوم اذا سويتوا. مزبوط. باي. راس العشب الاخضر. فرح؟ نعم. هذا بده اسبوعين. شوفي هو 5 ايام بيصيروا بيطلعوا هدول اللي ورجيتك اياهم، يعني 10 ايام اسبوعين بيكون خلص كله طلع يعني شعر. صار هيك الراس كله عشب. عرفتي؟ فينا كمان نستعمل عدس اذا ما لقينا بذور عدس. عشب. ايه عدس اكيد عندنا بالبيت.
بتعرفي شو حبيته كثير؟ جعبالي ساوي منه هيك كذا واحد حطهم عندي بالبيت. ايه ساوي منه شي 10 وحطيهم على الشبابيك وبلاها نكتب الحصان تبعي. مفاجأة ميلاد مجيد. أحلى موسم بالسنة هو موسم العيد ولمة العيلة والفرحة. نتمنى أنكم تكونوا قضيتوا ليلة بالفعل كتير كتير حلوة، عن جد اشتهيت. جعيد. موافقة. طيب يا فروحة، انت هلا عيدوا يلا. كتير حلو الفيديو. So ridiculous. لك يلا عم تجيني الضحكة. doesn't have to laugh. اوكي يلا على السريع. لا تنسوا تحضروا برنامج يلا نحن يلا نحن